قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة يا ريت ما تنساش نصلي على النبي ونشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا نبتدي العظمة بتاعت النهاردة. بيبدأ الفيلم بكلايد واللي كان قاعد بيشوف أحدث اختراعاته، وبنته قاعدة جنبه بتشوف أحدث اختراعاتها برضه لكن على قدها، وعملت له حظاظة علشان يلبسها، وكانت قاعدة بتعمل واحدة كمان لأمها. الباب بيخبط ومراته بتقول له يفتح الباب، ولما بيفتح بدل أهلا بيلاقي ضربة في وشه بالمضرب وبيقع على الأرض وبيتكتف. وبنلاقي في الشقة 2 حرامية بيسرقوا البيت، وواحد منهم واللي اسمه دوبي بيقول له ما تقدرش تحارب القدر يا اخويا، وبيديه طعنة في بطنه. الجدع التاني بقى روب كان خلص سرقة وعايز يمشي خلاص، لكن دوبي بيقول له يسكت علشان عايز يلعب مع العيلة الكريمة شوية. كلايد شاف اغتصاب وقتل مراته، ولما دوبي بيخلص على مراته بيلاقي بنته وبيخش عليها يقتلها. مش عارف ليه الكيوت ده يموت. بنتعرف بعدها على نايك كان محامي، وهنعرف انه محامي كلايد في قضية قتل مراته، وكان بيكلم زميله على قضية كلايد. وبنشوفهم في المكتب وهم بيتكلموا على الكام قضية الموجودة عند شركتهم. وكان في واحدة اسمها سارة كانت لسه متعينة جديدة كمساعدة، ونايك كان عارف انها شاطرة وعايز يديها قضية كاملة لانها ساعدته كتير في القضية اللي فاتت، وتقريبا كمان هي اللي عملت كل الشغل وهو بس اللي وقف قدام القاضي. وفعلا بيتم الموافقة على الكلام ده وهي بتشكره على وقفته. وبنعرف بعد كده ان في مشكلة لان العينة اللي متاخدة من مسرح الجريمة ما كانتش كويسة، وعشان كده قرر انه ياخد عرض المحامي المدافع. ما كانش عايز يخاطر ويرفع العرض ده، وبيقول شوية عدالة احسن مما فيش عدالة. وهم الواحد المفروض يسأل يعني ايه عدالة، لكنهم المهم ان نايك بيقابل كلايد وبيديله شوية ملاحظات عشان فاكر انها هتساعد في القضية، لكن نايك بيحطها على جنب وبيقول له ان دوبي وافق انه يشهد ضد روب، وان هو اللي قتل عيلته، وبالتالي روبي هيتحاكم بالاعدام ودوبي هيطلع منها وهياخد 5 في السجن. كلايد ما كانش مصدق نفسه لانه عايز العدالة لعيلته يا شوية لصوص، وده لانه روبي هو اللي قتل مراته وابنه. لكن نايك بيقول له انه خد الصفقة خلاص والموضوع خرج من ايده وبقى في ايده التانية. بيقول له النظام شغال كده يا اخويا مالوش دعوة، لكن اللي بيهمه انت تعرف تثبت ايه. صح دماغك معايا كده. وفي المحكمة القاضية بتبدأ في التقديم للقضية وبتتكلم شوية، ونايك بيجيله مكالمة والقاضية بتقول له بتعمل ايه يا معلم، التليفونات ممنوعة في قلب المحكمة. فبيعتذر، وبعدها المحكمة بتشتغل وبيحصل اللي اتقال عليه، ودوبي بيطلع منها فعلا بعد ما بيمضي على الشهادة بتاعته وبيهين مرات كلايد قدامه، وطبعا مش قادر يعمل حاجة وكان سابق صحفي. دوبي بيشكره بسخرية كده وبيقول له حاجة جامدة يا مان لما النظام يشتغل. وكل اللي بيحصل ده كلايد بيشوفه من بعيد وهو واقف حزين على مراته وابنه اللي ماتوا لانهم كانوا حياته حرفيا. ولما بياخد وقته في الحزن بياخد بعضه وبيمشي من المكان. بعد يوم طويل من الشغل نايك بيرجع على بيته وبيقعد مع مراته كيلي وبيتكلم مع البنت اللي في بطنها. وبعد سنين طويلة واللي هم 10 بالتمام والكمال، بنته كبرت وبقت على وش جواز كمان كام سنة، لكن هو مشغول طول الوقت وما كانش فاضي يقعد مع عيلته. لكن هو ومراته كانوا بيحاولوا يخلوا العيلة دي متماسكة بقدر الإمكان، وبتحاول تخليه يحضر الحفلة بتاعت بنته اللي هتعزف فيها، وده بحجة إنه ما بيحضرش ليها أي حاجة من فترة، لكن بيقول لها انه مشغول جدا ووراه مشوار مهم النهارده كان اليوم اللي روب هيتعدم فيه. واي نعم الاعدام بيفضل فترة طويلة بسبب الاستئناف والكلام ده، والاعدام ممكن يحصل بعد 10 20 50 سنة اللي هو الراجل مات اصلا قبل ما يتعدم. المهم ان نايك بيحضر ومعاه المساعدة بتاعته سارة، والإبر بتجهز والناس بتتفرج. لكن لما الإبر واللي المفروض تقتل بطريقة غير مؤلمة خالص بدأت تحرق روب، وواحدة واحدة مات وهو بيتعذب بطريقة بشعة وجسمه وعروقه كلها لونها اتغير. واحب اقول لكم ان من هنا الانتقام الحقيقي بدأ. طبعا كان في تحقيق في الموضوع والشرطي بيقول ان ملوش ذنب، لكن ساعتها بيخش عليهم واحد بإزازة فاضية شبه بتاعة المحاليل اللي في الصيدلية ومكتوب عليها انت ما تقدرش تحارب القدر يا اخويا. ونايك كان فاكر الجدع اللي قال له الكلام ده وهو نفس الكلام اللي المجرم قاله للراجل، لكن للأسف نايك ما كانش فاكر اسم الراجل. وحتى ساعتها بياخدوا بعضهم عشان يجيبوا دوبي لانه المشتبه فيه الاول. ودوبي كان قاعد في البيت بتاعه بيشم له سطرين لزوم الصحصحة، وبيلاقي مكالمة بتقول له ان الشرطة جايه لك في طريقها وقدامك كام دقيقة عشان تهرب من المكان. لكن لما بيحاول يهرب بيلاقي الشرطة وصلت، فالصوت بيساعده علشان يهرب من على السطوح.
فبيوصل في الآخر لعربية الشرطة، والراجل اللي في التليفون بيقول له إن العربية مستنياه، وهو أصلا خدر الشرطي، فإنه يسرق العربية حاجة هتكون سهلة على الآخر. ودوبي بيدخل وبيطلب الشرطة من العربية علشان يقتله، وساعتها التليفون بيرن، وروبي بيشكر الراجل اللي أنقذ حياته. لكن ساعتها بنلاقي إن الشرطي هو اللي بيتكلم، والشرطي ده كان كلايد. وطبعا روبي بيضرب بالمسدس علشان يخلص عليه، لكن المسدس فاضي وكان حاطط فيه كمان إبر مخدرة. وبعدها بياخد دوبي وبيطلع من المكان، ودوبي كان متخدر لكن صاحي وبيحس بكل حاجة. وخد بالك من بيحس بكل حاجة دي، كلايد بيربطه وبيقتله بطريقة فنية سريالية معتبرة، ولا أجدعها فنان. وفي الأول بيديله أدرينالين عشان ما يغمش عليه، وكربته كويس علشان ما يتحركش من كتر الألم، وكمان حاطط قدامه مراية علشان يشوف كل حاجة بتتعمل فيه، وحاطط على المراية دي صورة مراته وابنه علشان يتفرج على الناس اللي قتلتهم وهو بيموت. وطبعا لو فكر بس إنه يغمض عينيه، فكلايد كان عامل حسابه وناوي يشيل جفونه الأول علشان ما يغمضش حتى. ولما بيخلص بياخد عربية الشرطة اللي سرقها وبيديها للشرطي اللي كان مكتف في العربية، وبياخد بعضه وبيمشي. المهم ان بعد شوية الشرطة بتلاقي دوبي، وكانوا شاكين في واحد بس عمنا الجامد الرايق الخطير كلايد. وطبعا خلال التحقيق بيعرف انه خلال ال10 سنين اللي فاتوا كان بيتصرف بغرابة، باع كل ممتلكاته واشترى حاجات في اماكن غريبة، وكمان هو صاحب المكان اللي لقوا فيه دوبي، وبيلاقوا في بيته هم بيقبضوا عليه شرح القانون الامريكي كامل. وطبعا قبضوا عليه انه المشتبه الاول في الجريمه دي. بنشوف كلايد في اوضه الاستجواب، والشرطه كانت فاقده الامل في انه يقول اي حاجه لان مفيش اي دليل ضده غير انه يعترف. فنايك بيخش عليه علشان يظبط المصلحه على السريع، وفي نفس الوقت بنته بيجي لها اسطوانه الحفله بتاعتها، او المفروض انها تكون الحفله بتاعتها، فبتخش تشغلها، وبدل الحفله بنلاقي كلايد قاعد يروق على دوبي احلى روقان. وبنرجع لنايك اللي بيخش على كلايد وبيقول له انا عارف انك قتلت دوبي فعايزك تعترف. بيقول له وماله، انا فكرت كتير وانا بقتل دوبي وتخيلت نفسي وانا بقطعه حتت صغيره. فنايك قال بيس مبروك عليك السجن. لكن كلايد قال له رايح فين، انا قلت فكرت وناس كتير فكرت في الموضوع. نايك قال له بس انا عارف انك قتلت كلايد، وقال له النظام شغال كده يا اخويا، مالوش دعوه انت عارف ايه، لكن اللي بيهمه انت تعرف تثبت ايه، صح دماغك معايا كده. وكانت احلى كامباك من كلايد عشان يرد له الكلام اللي نايك قاله لما كان ماسك القضيه بتاعته. كلايد كمل وقال له لو عايز اعترف لازم تديني حاجه في المقابل. فنايك بيساله عايز ايه، فبيقول له بقى انه عايز سرير جديد في الزنزانه بتاعته عشان السجن بيكسر عظم الواحد، والواحد مش عارف ينام، الوجع بيطلع للفك، ومش هعرف اديك اعتراف عدل وانا مش مرتاح. وبيقول له عايز مرتبه 5 نجوم ومخده. نايك بيرفض في الاول، لكن مدير السجن بيقول له يوافق. وساعتها بيجي له مكالمه من مراته اللي كانت بتعيط هي وابنها، لكن بنتها كانت منهاره على الاخر، وبتقول له على الاسطوانه اللي جت في البريد وانهم مش عارفين يقعدوا لوحدهم ولازم يجي حالا. وفعلا تاني يوم بيجي له السرير اللي هو عاوزه، وزميله في الزنزانه بيقول له سرير هايل. فكلايد بيبص له كده وبيقول له والله يا زميل ده سرير بياخد واحد بس. وفي المحكمه كلايد استغنى عن المحامي بتاعه وقال للقاضيه، واللي كانت نفس القاضيه اللي حكمت في المحاكمه بتاعته من 10 سنين، وبيقول لها ان مفيش اي دليل ضده ومش عارف ليه ماسكني وانا لازم اطلع من السجن حالا. وبنعرف من شكله وكلامه ان قعد 10 سنين يدرس القانون عشان يعمل ده. والقاضيه وافقت وكانت هتطلعه لان كلامه مقنع، لكن ساعتها نايك قعد يضحك وبدا يهين القاضيه عشان كانت هتطلع واحد في الشارع مشكوك فيه انه قتل 2، وش عرفها انه مش هيطلع ويعمل جريمه تانية، وقعد يشتم فيها بافظع الشتائم. وعشان كده رجعته للحجز تاني ورفضت انها تسيبه يطلع. ولما بيرجع على الزنزانة بيقول لنايك على الاعتراف بتاعه وان هو اللي سجل الفيديو اللي بيصور موت دوبي، لكن المشكلة كانت الطريقة اللي بيقول له بيها اللي مش هيعرف يثبت بيها حاجة. وفي النهاية بيقرر يقول له ان فيه اعتراف كمان، لكن في مقابل حاجة طبعا، وبيقول له انه هيديله حياة بيل واللي هو المحامي اللي دافع عن دوبي من 10 سنين مقابل حتة لحمة نص كيلو الساعة 1 مع جهاز اغاني. وبيقول له اوعى تتأخر عن 1 يا نايك. وطبعا نايك ما كانش ناوي يقبل الموضوع ده، لكن لما نايك بيعرف ان بيل بقاله كام يوم مختفي بيقف محتار يعمل ايه. وبيلاقي كلايد بيتكلم في الكاميرات وبيقول لهم بيل لحد دلوقتي لسه عايش، ولو عايز تعرف مكانه هات اللي قالت لك عليه بكره الساعه 1 واوعى تتاخر. وفعلا نايك بيجيب الاكل في الميعاد، لكن المدير بيقرر انه ياخر الوجبه 5 شويه عشان يفهم كلايد مين المدير هنا لما بيخشوا عليه. وبيبدا يديهم خطوط طول وعرض لاحد الاماكن، فبياخدوا بعضهم وبيطلعوا على الموقع وبيلاقوا المكان ده تحت الارض. ولما بيفتحوا بيلاقوا ان بيل ميت وعلى وشه قناع هوا، وبيعرفوا ان مات
مات من شوية، وإنهم لو كانوا ودوا الأكل في ميعاده كان زمانه عايش. وفي نفس الوقت في الزنزانة كلايد كان قاعد بياكل في أمان الله، وزميله بيبصله كده وعينه هتطلع من جسمه، وكلايد بيحس بده وبيخليه يقعد ياكل. ولما زميله ما كانش واخد باله بيستعمل الشوكة اللي معاه وبيقتل زميله بطريقة بشعة بس جامدة. طبعا كانوا فاكرين انه هيعمل حاجة خطيرة، فبيجيبوا فرقة التدخل السريع، لكن نايك ما بيقاومش وطبعا بياخدوه على الحبس الانفرادي. ونايك بيروح يكلمه وبيقول له ما رحتش ليه، فبيعرفه انه كان لازم يكلم مرات بيل علشان يقول لها ان جوزها مات وواحد مجنون هو اللي قتله. لكن كلايد بيفهمه ان نايك هو اللي قتله علشان ما عرفش يوفي بكلمته. ونايك بيحاول يلعب عليه من ناحية المشاعر، وبيوريه الصور بتاع بنته اللي خدوه منه لما دخل السجن، وبيقول له تفتكر بنتك ومراتك هيحسوا بايه لما يعرفوا اللي بتعمله. نايك فعلا بيزعل، لكن بيقول له ان مراته وبنته ما بيحسوش بحاجه لانهم ماتوا. وبعدها بنلاقي نايك ومعاه واحد رايحين يقابلوا واحد معاه معلومات عن كلايد، وبيقول لهم انه عبقري في اختراعات الجيش وممكن يقتل اي حد وهو في مكان تاني، وبيقول لهم انه لو عايزكم ميتين دلوقتي هتكونوا ميتين، وبيقول لهم ان الحل الوحيد انك تخش عليه في الزنزانه وتحط رصاصه في دماغه وتخلص عليه. وبياخد بعضه وبيمشي بعدها، وساعتها بياخدوا بعضه وبيطلعوا على القضيه علشان يخلوا كلايد في الحبس الانفرادي لاطول فتره ممكنه. والموضوع ده ضد القانون وما كانش ينفع اصلا، لكن كانت الراس الكبيره وبتعمل اللي هي عايزاه، وما كانتش بتحب كلايد بسبب اللي عمله في المحكمه. ولما مسكت تليفونها علشان تعمل مكالمه، رصاصه بتطلع من التليفون وبتخلص عليها. Hello? نايك بياخد بعضه وبيطلع وبيقول له مين اللي شغال معاك وايه الفايده من الانتقام ده. كلايد بيقول له هو متضايق. نعم يا اسطى، انتقام ايه؟ انا لو عايز انتقم كنت قتلت عيلتك من 10 سنين يا اخويا، وانا بشوفهم كل يوم وهم بيطلعوا قدامي. وبيعرفوا ان الدرس اللي ما فيهوش دم الناس بتنساه بسرعه. وبيكمل وبيقول له ساعتها على عرضه الاخير، وبيقول له طلعني بكره الساعه 6 الصبح من السجن والا، وبيسكت شويه كده علشان المشهد بيكون دراماتيكي. وبيكمل وبيقول والا هقتل الكل. فبياخده على الانفرادي ساعتها، وكان بيفكر يطلعه لكن بيبعد الفكرة وبيقعد يستنى الساعة 6. وطبعا في الليلة دي بيحاول يزود التحقيقات بتاعته، وكان متأكد ان في حد بره السجن بيساعده، وكان بيحاول يلاقيه بأي طريقة، حتى انه سأله كذا مرة عن الموضوع ده لكن ما كانش لاقي اي حاجة تاني يوم. كل اللي في المكان كان مستني الساعة 6 علشان يشوف ايه اللي هيحصل، لكن لما الساعة 6 بتيجي والكل خايف ما بيحصلش حاجة. فبيضحكوا ونايك بيقول لهم يا جدعان بلاش خوف، وكلهم بياخدوا بعضهم وبيروحوا. لكن لما بيركبوا عربياتهم كل العربيات بتنفجر والكل بيموت، ومنهم سارة اللي بتبص لنايك بعد ما عرفت انها هتموت خلاص. ونايك ما كانش ركب عربيته لسه وفضل عايش، وحتى كمان لو ركب ما كانش هيحصل له حاجة لان التحقيقات قالت ان العربيات كلها كان فيها قنابل عدا عربيته. طبعا ساعتها بيروح علشان يقابل العمدة وبتحط عليهم علشان مش عارفين يسيطروا على راجل واحد قاعد في السجن. ايه الهبل اللي بيعملوه ده؟ وبسبب الهبل ده نايك بيخاف على عيلته، فبيقرر انه ينقلهم لبيت آمن علشان يبقى مطمن عليهم. وبيروح على السجن وبيخلي زميله يديله كام دقيقة كلايد علشان يتكلم معاه في الساحة. ولما بيشوفه بيقعد يضرب فيه وبيقول له 6 بني ادمين ابرياء ماتوا بسببك. وكلايد بيقول له عاش، ايوه كده، انا عارف انك متضايق ما يهمكش، يبقى انت كده بدأت تتعلم. وبيبدأ يفهمه هو عمل كده ليه في قضية مراته علشان لو ما عملش كده ما كانوش هياخدوا حاجة والاتنين هيطلعوا منها من غير ما يحصل لهم اي حاجة. وكلايد ما كانش مهتم بالكلام ده. المهم في جنازة القضية الكل كان حاضر، ولما بيخلصوا وبيركبوا عربياتهم بنلاقي فيه رشاش آلي بيتم التحكم فيه عن بعد، وبيصنف عليهم وبيختارهم كلهم، ونص العربيات بتحاول تهرب لكن الطريق مقفول بالعربيات التانية. ومن حسن حظهم ان شوية منهم بيعرفوا يطلعوا وهم عايشين. والعمدة كانت عايزة تحط على حد بسبب اللي حصل، لكن علشان تخفف ضغط الإعلام بترقي نايك ترقية جامدة وبتعلن حالة الطوارئ وبتقفل كل حاجة. وبعدها نايك بيرجع علشان يكمل التحقيقات وبيدور في ممتلكات كلايد، وبيلاقيه انه شاري جراج صغير مش بعيد قوي عن السجن. والحاجات دي سارة هي اللي كانت بتحقق فيها لكن ما كملتش عشان كلنا عارفين انها ماتت. فبياخد واحد معاه وبيطلع على الجراج ده، وبيلاقوا هناك حاجة غريبة على الآخر، بيلاقوا نفق محفور تحت الجراج. وبيودي على الحبس الانفرادي في السجن، وبيعرف انه كان عايز يخش الانفرادي من الأول وعشان كده قتل زميله في الزنزانة. وبيعرفوا ان الجريمة اللي ناوي يعملها كلايد المرة دي كان في مبنى البلدية علشان يكمل الخطة بتاعته واللي كانت الأخيرة. وبيروح وبيحط القنبلة في المبنى علشان يقتل العمدة وكل المساعدين بتوعها. وبياخد
وبيعمل القنبلة برن التليفون، وبياخد بعضه وبيطلع على الزنزانة تاني، ونايك بياخد اللي معاه وبيطلع على مبنى البلدية وبيدوروا في المكان وبيلاقوا شنطة واللي بتطلع القنبلة وما كانوش عارفين يعملوا بها ايه. وكلايد بيروح النفق وبيشوف الاجتماع وهو شغال وبيطلع على الزنزانة تاني، وبيلاقي ساعتها نايك في وشه ومعاه مسدس نايك وبيقول له يعمل الصح بصوت غسان مطر، لكن كلايد بيرن على القنبلة برضه، وساعتها نايك بيقول له اقعد فكر في اللي انت عملته ده في النص دقيقة اللي باقية من حياتك، وبيهرب من الزنزانة. وكلايد بيلاقي القنبلة تحت السرير ومقفولة بكلبشات، وبيلاقي باب النفق بيتقفل من الناحية التانية، وبيقعد على السرير وبيمسك حظاظة بنت وبيفكر فيهم في لحظاته الأخيرة. وهنا بينتهي فيلمنا النهاردة. أتمنى الفيلم يعجبكم، ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وسلام.